ترسم منح كأس إفريقيا للسنغال على حساب المغرب. نسمعوا التلفزيون العمومي الجزائري. أعطيك خبر مؤكد ورسمي. تفضل. السنغال تفوز بكأس رسميا خروج قرار محكمة التحكيم الرياضي لصالح السنغال، يفوز بكأس افريقيا الأم ويغلق الملف. ويغلق الملف نهائيا. هاي ما عندهم وين يروحوا. ذا ألف مبروك للمنتخب السنغالي. ألف مبروك. ألف مبروك للمنتخب السنغالي. علاه ذهب عرقه داخل قضية الميدان. لا شوف طاس، أنا يعجبني طاس. أنا من حادثة يطبق القوانين. من حادثة اتحاد العاصمة. صح. تطبق القوانين. نصر الله الحق. لا الطاس ما عندوش ما تغلغلوش عليه ولا حاجه. الطاس يعني بكل صراحه تحيه كبيره للطاس لانه ينصف المظلوم. مرة أخرى التلفزيون العمومي الرسمي الجزائري ممثل الدولة الجزائرية يتورط في فضيحة فيك نيوز كبرى، بل أنه تم التلاعب به من طرف أطفال صغار قاموا، يعني القصة وما فيها أطفال صغار قاموا بفبركة يعني وثيقة غير رسمية لا علاقة لها لا بالطاس لا بالفيفا لا بأي جهة رسمية. فبركوا هذه الوثيقة عبر الذكاء الاصطناعي، والتلفزيون الجزائري خصص حصة للاحتفال بترسيم الطاس لفوز السنغال بكأس إفريقيا، رغم أن القرار لم يصدر بعد. والوثيقة هذه فيك نيوز كبرى لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها إلا في صفحات ذبابية، والأطفال الصغار اللي قاموا بفبركتها ورميها في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مستوى التلفزيون العمومي الجزائري وصل إلى هذا الحد. متلازمة المغرب وصلت إلى حد الفرحة بفيك نيوز، لدرجة أنه فرح النظام الجزائري والجزائر اليوم صار مرتبط بأي خسارة أو هزيمة للمغرب. يعني صارت اليوم حتى فيك نيوز يخسر فيها المغرب أمرا ما أو تحكيما دوليا، التلفزيون الجزائري يخرج يهلل، وهي القضية الغير صحيحة تماما والمفبركة، ومرة أخرى سقطة أخلاقية جديدة للتلفزيون الرسمي الجزائري، والله المستعان دائما. فضيحة إعلان محكمة الطاس منح لقب كأس إفريقيا للسنغال، ومعاقبة الصحفية المصرية بسبب الهجوم على ياسين بونو. السلام عليكم. انتشرت واحد الوثيقة الأيام وخصوصا يوم أمس تداولت بشكل مبالغ فيه، وجاءت مباشرة بعد إقصاء المنتخب المغربي من المونديال. انتشرت هذه الوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنها صادرة عن محكمة الطاس بلوزان بتاريخ 10 يونيو 2026، وتحمل رقم القضية CAS 2026/A/10857. تقول هذه الوثيقة أن محكمة الطاس بلوزان قد قبلت استئناف اتحاد السنغالي لكرة القدم، وأنها بموجب هذه الوثيقة تلغي قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، وتعلن تتويج السنغال بالكأس، وبالتالي المنتخب السنغالي هو بطل إفريقيا نسخة 2025. لقيت أن هذه الوثيقة هذه صادرة عن صفحات مصرية، جاية خصوصا من صفحات مصرية، والوثيقة في حد ذاتها باش نأكد لك الأمور هي مزورة. عاجل ورسميا حسب المحترفين المصريين، رسميا المحكمة الرياضية في كأس تعلن بأن فوز السنغال ببطولة أفريقيا بعد أن اعتمدت فوز المغرب 3-0. قد ترى هذا الخبر في كل الصحف المصرية وغير المصرية، ولكن غير الصحيح. المغرب هو بطل أفريقيا إلى الآن، ولم يعلن الفيفا حتى هذه الساعة أي خبر عن بطولة كاف. طلعوا من الأرجنتين قالوا نقلب على المغاربة عربا وأمازيغ. عطني ضابة وعطني رايك عن فوز السنغال بكأس الأمم. المحكمة الرياضية تسحب لقب أفريقيا من المغرب لصالح السنغال. أنا مش فاهمة هو الظلم ده مكمل لغاية إمتى؟ يعني الظلم ده آخرته إيه طيب؟ هي المغرب ليه مؤخرا بتحس إن كل حاجة ضدها؟ يعني بيرضي مين اللي اتفرج على الماتش النهائي بتاع كاس الامم الافريقيه اللي السنغال انسحبت اصلا ربع ساعه او 23 دقيقه وخرجت بره يعني الملعب ودخلت اوضه اللبس وقعدوا يتشاوروا ورجعوا والحكم واقف عامل كده بجد كده.
يرضي مين ده كله؟ والشغب اللي حصل والضرب اللي حصل ده، البلد المنظم اتضربت، يعني اتضربت. مش فاهمه انتوا عايزين توصلوا لايه؟ وفي الاخر لا، اصل مش هي اللي بطل، بيسحبوها منها. الاتحاد الافريقي اداها لها، وبعد كده هم سحبوها تاني لصالح السنغال. السنغال اللي هي عملت شغب. انا على فكره انا بجد مش فاهمه، هو كده بعد كده اي بطوله يا جماعه اي حد هينسحب مش هيجيبوا قرار الحكم، هينسحب هياخد هو البطوله؟ جس وات، كل الناس هتنسحب، كل الناس هتعمل شغب، كل الناس هتعمل مشاكل، كله. المغرب بجد بقت، انا من ساعه ما جبت المغرب وهي بتتظلم مبدئيا كده، ظلم يعني من ساعه ما وهي بتتظلم. حتى لما نظمت البطوله، والله حتى نظمت البطوله الحكم بقى ما ينفعش، بتحس ان الحكم متردد. يعني حتى لو الولد بتاع المغرب اي لعيب من المغرب ليه ضربه جزاء او ليه اي حاجه، الحكم بيقعد متردد لانه خايف يحسبه عشان هيقولوا ان هو بيجامل البلد المنظم. انتوا فاهمين احنا وصلنا لليفل ايه؟ حرفيا تيجي تفتح الفيس تلاقي كل البوستات عن حوار المغرب خسارة كاس افريقيا لحساب المنتخب السنغالي، وان في حكم طلع ومحكمة الكاس الدولية طلعت. ولكن تيجي تدور في حقيقة الموضوع، تدور في صفحة الفيفا مفيش أي حاجة. طب الموضوع طلع منين؟ الموضوع جه منين؟ في ناس بتخترع حاجات من دماغها وتخترع مواضيع من دماغها عشان بس كيدا في المغرب وحقدا على المغرب والعظمة اللي قدمتها في كاس العالم والخروج من دور ربع النهائي بعد تقديم مستوى عظيم للمرة الثانية على التوالي منتخب أفريقي، والمرة الأولى في التاريخ منتخب أفريقي يصعد لدور ربع النهائي كاس العالم مرتين على التوالي. فكل الناس حرفيا بيحقدوا على المغرب حقد وغل. تلاقي أخبار منتشرة وإشاعات طالعة من كل الاتجاهات. الفيس كله حرفيا بقى ترند عليه الموضوع ده، ان المغرب خسرت، وان المغرب خسرت من فرنسا، والتاني خسرت من السنغال في كاس افريقيا، وخسرت في الملعب وخسرت في المكاتب. وكل ده كلام كده، كلام لا اساس له من الصحه. تدخل على الموقع الفيفا الدولي ما تلاقيش اي حاجه، تدخل على موقع الكاس ما تلاقيش اي حاجه. طب فين مصدر الخبر؟ ما فيش مصدر الخبر، هو هبد من ناس كلها بتحقد على المنتخب المغربي، وعرفيا منغزين من المنتخب المغربي ومن العظمه اللي قدمها المنتخب المغربي قدام في كاس العالم قدام هولندا، والفوز على هولندا واحد من المرشحين للفوز بكاس العالم، التعادل مع البرازيل، والخسارة من المنتخب الفرنسي المرشح الأول للقب. فإن شاء الله المغرب ستفوز رغم أنف الحاقدين، والمغرب هي البطل الحقيقي لكاس أفريقيا، والبطل الحقيقي لأفريقيا، والبطل الحقيقي للقارة الأفريقية. المغرب هي المرشح الأول لكل الألقاب، هي أفضل فريق بيلعب كرة قدم. المغرب هي أساس كرة القدم في القارة الأفريقية، والمغرب هي التوب حاليا في القارة الأفريقية، وأفضل منتخب بيقدم كورة في القارة الأفريقية، والمنتخب اللي يستحق الفوز بكل البطولات في القارة الأفريقية، خامس العالم، فخر العرب. يا ولاد الذين. إذن في خبر عاجل وحصري، محكمة الكاس تعلن السنغال بطل افريقيا. فرحته والمغرب بطل افريقيا، وجواد بدة بطل افريقيا، اهو الكاس اعلن خلاص. اتبسطتوا؟ اتكيفتوا؟ ارتحتوا كده؟ مبروك لكل الاخوة السنغاليين، مبروك يا جماعة. السنغال هو بطل افريقيا 2025، شاء من شاء وابى من ابى، والكلام ده احنا قلناه. مبروك يا سنغاليين. وانا قاعد وبتفرج على مباراة انجلترا والنرويج، لقيت بعض الناس بيبعتوا ليا، معظمهم مصريين، بيقولوا لي المغرب اللي انت بتحبه خسر بطولة افريقيا، والمحكمة الرياضية اعلنت بفوز وانتصار السنغال بالبطولة الافريقية. فانا شفت المنشورات وشفت المصريين والصفحات المصرية والصفحات الجزائرية وهم طايرين من السعادة. رسميا الطاس اعلنت بفوز وانتصار السنغال على المغرب. السنغال رسميا بطلا لكاس افريقيا،
واللي يقول لك ان المغرب خسر مرتين، مره في الملعب ومره في المحكمه، واللي يقول لك ان المغرب اتصدم مرتين ورا بعض، اتصدم من فرنسا واتصدم من المحكمه الرياضيه بفوز السنغال بالبطوله الافريقيه. قلت لما اروح ادور، ما هو انا مش هعمل فيديو غير لما اشوف الحقيقه. انا مش بجري ورا شويه العيال اللي على السوشيال ميديا اللي تقول لك ان المغرب خسر والمغرب عمل مش عارف ايه، او ما انا اقوم على طول اعمل فيديو اقول كذا كذا وحصل كذا. لا، انا من الناس اللي بطلع اقول الكلام بما يرضي الله، وقبل الكلمه ما تطلع مني لازم اكون مدور على مصدرها، اشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. دخلت على جوجل وبحثت ودورت في المواقع، لقيت ان الكلام ده ليس له اساس من الصحه. المراركه الوثيقه هذه هي اللي راح تسكتكم، ما تزيدوش تهضروا. سي بون خلاص كملنا مع البالون دوكا. انتم واش قلتوا؟ كوب دافريك ديتوها للسينيغال هكذا. وين رحتوا للطاس، المحكمه الرياضيه، دفعتوا الطعن، حبيتوا تديرهم تيتر في وجههم، او خرج القرار. لك القرار تاع الطاس. واش راهو يقول؟ راهو يقول باللي راح يقارديو نفس النتيجه تاع النهائي، وراهو يقولوا باللي الطعن تاعكم مرفوض وقبلوا الطعن تاع السنغال. واش راهو حاب يقول؟ السنغال شامبيون دافريك. بالبركه عليكم خوتنا السنغاليين، استاهلوها اداء ونتيجه على كل حال في بلاد راك تعرف كيفاش. وانتوما 50 سنه بلا تيتر، مازال الخير قدام، مازال باك النجمه الدوزيام باش تعلق. يحب لك يا اخو، يحب لك. حنا درنا فرقه وخدمنا وكونا وكدايا وتعبنا باش لحقنا نعلقوا الدوزيام. انتوما راكم حابين بالرشوه كدا منا ملها تدوها. هاك شوف، ربي ما ياخذ غير الحق. ها القرار النهائي تاع الطاس، المحكمه الرياضيه راهي تقول باللي راح يقارديو نفس النتيجه اللي خلصت بها نهايه المباراه تاع النهائي، ورفض الطعن تاع المنتخب المغربي وقبول الطعن تاع المنتخب السنغالي. بالبركه، السلام عليكم. على باب لحتباتوا بالقنطام، هذه هي الدريه. سلام. طاس جات تفرحكم. المحكمه ديال الطاس قال لك هنيئا المغاربه راهم اللي داو كاس افريقيا 2026 من بعد ما حسموا نهائيا وقرار اخير ونهائي في القضيه ديال كاس افريقيا. وجدوا راسكم للاحتفال. الطاس ترسم منح كاس افريقيا للسنغال على حساب المغرب. نسمعوا التلفزيون العمومي الجزائري. نعطيك خبر مؤكد ورسمي. تفضل. السنغال تفوز بكأس رسميا خروج قرار محكمة التحكيم الرياضي لصالح السنغال، يفوز بكأس افريقيا الأمم ويغلق الملف. ويغلق الملف نهائيا. هاي ما عندهم وين يروحوا غدا. ألف مبروك للمنتخب السنغالي. ألف مبروك للمنتخب السنغالي. علاه ذهب عرقه داخل قضية الميدان. لا شوف طاس، أنا يعجبني طاس، أنا من حادثة يطبق القوانين، من حادثة اتحاد العاصمة. صح. والله هذه أيضا شوهة أخرى للأسف الشديد للإعلام الجزائري اللي قال بأنه صافي سالينا خدينا الكاس مشى للسنغال وبالتالي غيفرحوا، فإذا به طلع فيك نيوز وأن داكشي اللي كيقولوا كله كذب وبهتان، شي مصر يضحك عليهم صوب هذيك الوثيقة بالإي وصيفتها لهم وقال لهم يلا الهاو في هذه السيمانة على ما تفضحوا ويضحكوا عليكم مغاربة السيمانة المجة. هذا كل موقع إخواني الكرام. إذا نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.